السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الوصفات ديالي. الوصفات اللي كنوجد في الدار كنشارك معكم الطريقة ديالهم. واليوم إن شاء الله غنشارك معكم سمنات عامرين طيبين في الفران. أنا هنايا درت 4 الكيسان ديال الدقيق، غنزيد عليهم 2 كيسان ديال الفينو اللي غربلتهم من قبل. غنزيد عليهم 1 ساشي ديال الخميرة ديال الحلويات ديال 7 غرام، شوية ديال الملحة، شوية ديال العسل كيبقى اختياري، صافي غنبدا نجمع العجينة بالماء البارد شوية شوية. صافي هنايا من بعد ما جمعتها غادي نتركها شي شوية هكا وغادي نخليها ترتاح. انما نوجد الحشوة. في الحشوة غادي نزيد شوية الزيت في المقلة، 2 حبات ديال البصلة مقطعين، هنايا من بعد ما تشحرت شوية البصلة غادي نزيد عليها 3 د الحبات ديال الفلفل اللي شويتهم من قبل وحيت ليهم ديك القشرة وقطعتهم. غنزيد 3 د الحبات ديال الجزر اولا خيزو محكوك، هنايا من بعد ما تشحروا شويه غادي نزيد عليهم شويه ديال الكفته، شويه ديال القزبر وثلاثه د الحبات ديال الثومه محكوكين، شويه ديال العطريه الخرقوم والتحميره السكينجبير والكمون والملحه. غنبدا ندخلهم مع بعضياتهم. صافي من بعد ما قلبتهم مزيان غادي نزيد عليهم شويه ديال الشحمه،
وصافي غادي نخليهم حتى يطيبوا. هنايا صافي من بعد ما طابت الحشوة غادي نطفي عليها النار وغادي نخليها تبرد. وهنايا من بعد ما ارتاحت العجينة غادي نقسمها هكا كريات صغار، وغنبدا نسرحهم بشوية ديال الزيت. هنايا باش يجيني مرقين لداخل غادي ندهنهم بشوية ديال الزبدة وشوية ديال المايزينا لداخل. وصافي غادي نبدا نشكل المسيمنات ديالي. صافي هنايا من بعد ما بردات دوك الحشوة صافي غنبدا نعمرهم. غنطويهم بهذه الطريقة وغنسد الجناب باش ما يتحلوش ليا. صافي غنحطهم في الصينية اللي فرشتها بالورق الزبدة. صافي غنستمر بنفس الطريقة حتى نسالي اللي عندي كامل. هنايا من بعد ما ساليتهم غادي نقطعهم هكا شوية بالموس، غير شوية من الفوق وصافي. للتزيين انا دهنتهم بشويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره، وزدت عليهم الفوق شويه ديال موتزاريلا، وغندخلهم الفران يطيبوا. هنايا من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران، هكا كيجي الشكل ديالهم الصراحه كيجيو لذاذ
وكيجيو مرقين لداخل وهشاش صراحة. يعني كيجيو لذاذ بزاف، جربوهم غادي يعجبوكم ان شاء الله. وإلا عجبوكم الفيديوهات ديالي ما تنساوش تشجعوني باللايكات والاشتراك في القناة. وبالصحة والراحة.